السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو جديد من قناتنا المتواضعة. خلينا نتكلم النهاردة عن المشاكل اللي حصلت امبارح في النادي الأهلي. المشكلات اللي حصلت في النادي الأهلي امبارح يعني، وعايزين النهاردة بس نتكلم عن تعاقدات كولر مع النادي الأهلي. هنشوف امبارح اللي احنا شفناه، وإن خناقة حصلت في الجهاز الإداري بين حسام الغالي محمد الضماطي عضو النادي الأهلي، وحسام الغالي عضو النادي الأهلي. تمام، دول الناس اللي تحت السن يعني، وحسام غالي. لكن حسام غالي اتخانق معاه بسبب ان حسام كان عايز يبقى له كادر إداري أكبر من كده وأفضل من كده في النادي الأهلي. تمام، إن هو يبقى مثلا مدير تعاقدات، بحيث إن هو لاعب قديم في النادي ده. محمد الضماطي كان رافض الحوار ده خالص. قال لك لا، انت ما عندكش الخبرة الكافية اللي هي ان انت تبقى تجيب اللعيبة، ومحتاج تجيب لعيبة، محتاج يبقى حاجة زي توفيق والكلام ده كله يعني. سابوه يعني. فالقصة انتهت بالتدخل الخطير. لكن خلينا نقول بقى ان كل سمع الكلام ده وقال لك بس انا همسك في ده واقول لك انا عايز لعيبة كذا كذا، وحقق لي اللعيبة اللي انا عايزها. مين هم اللعيبة اللي انا عايزها؟ قال لك انا محتاج نص ملعب. نص ايه؟ نص ملعب وينج. مع نص ملعب وينج. طب مين هم الوينج اللي كان هو كان عايز؟ سفيان رحيمي. سفيان رحيمي وينج العين الإماراتي، وكان عايز نص ملعب. وقال بالتحديد أنا عايز دونجا بتاع بيراميدز. دونجا بتاع إيه؟ بتاع بيراميدز. وقال أنا عايز مهاجم. عايز مين مهاجم؟ يبقى عاوز لاباكوتشو. لاباكوتشو مهاجم برضه كمان الإمارات. طب المقابلة طلع مين يا عم؟ الله، طلع كهربا وطلع هو لسه الاتنين دول هيطلعوا. هما التهديد ثلاثة بقى فاضل لاعب. قال لك يا عم أنا كمان مش عايز يوسف عيبة. هما التلاتة أنا مش عايزهم. تمام. وهتستنى اللي يرملي وهتبي التلاتة في دول وهتهم بعد الفريق، وهما التلاتة يبقوا إيه مع بعضين في الفرقة وكده. فخلينا نقول إن كولر ماشي صح بالمبدأ ده. قال لك هطلع تلاتة بتلاتة، حلو ماشي، مش مشكلة عشان القايمة حتى تبقى فيها إيه مكان. كده الحلقة بتاعتنا النهاردة خلصت. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم هموش. سلام.